انه تركيا تهدد بالقيام بعمل عسكري في مناطق شمال شرق سوريا. طبعا نحن يعني مشان نكون شفافين ونكون واضحين، يعني هاي التهديدات يعني لازم ناخذها على محمل الجد. يعني تركيا جادة في تهديداتها. هذا دليل انه حتى سوريا متواطئة مع تركيا. يعني انتم سمعتم بالفترة الأخيرة أنه كان في هناك تقارب سوري تركي. هذا التقارب كان بوساطة روسية. طبعا هذا التقارب هو يعني بالفترة الأخيرة كانت مثلا سوريا هي تدور على تركيا، حاليا تركيا هي صارت تدور على روسيا وبدها المصالحة معها. ليش طب بدها هذا الشيء؟ لأن تركيا هي مقبلة تركيا مقبلة على انتخابات. يعني في عام 2023 تركيا راح تدخل في الانتخابات، لذلك هي في عندها ملف اللاجئين السوريين. هذا الملف يعني أثار الأحزاب المعارضة لتركيا، فهي بدها أنه تتخلص من هؤلاء اللاجئين عن طريق طبعا المصالحة مع الحكومة السورية. بالفترة الأخيرة شفتم أنه القصف يعني صار كثير في مناطق شمال شرق سوريا، حتى استهدفهم يعني بقصفهم المنشآت الحيوية. طبعا تركيا غايتها من كل هذا القصف أنه تبث الذعر والخوف في قلوب الناس مشان الناس يطلعون من بيوتهم. يعني الغاية من الموضوع هي بدها أنه هذا النزوح، لكن يعني نحن اللي شايفينه انه في تواطؤ دولي من قبل كل الدول، لحتى من قبل سوريا مع تركيا. هاي الحملات اللي عصير في شمال شرق سوريا، فنحن من الواجب علينا كلياتنا إن إذا كان إدارة أو قوات عسكرية أو شعب إنه نتعاضد ونتكاتف مع بعضنا البعض، وأن نكون يد واحدة مشان نقدر نوقف في وجه هاي الهجمات ونقدر نصد هاي الاحتلالات التركية عن مناطقنا.